السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا رب تكونوا جميعا بخير فأتم صحة وأحسن حال كده يا رب، ويجعل سعادة الدنيا والآخرة من بين إيديكم يا رب، اللهم آمين. النهاردة بإذن الله كده مع بعض كده دبابيس مشوية. اكل الحر، يعني الحر دايما مش بيحب الطبخات الاكلات التقيله اللي هي طبخ وتسبيك وكلام من دوت. فاحنا النهارده يعني هنحاول نعمل اكل بعيش خفيف بيبقى اخف من الرز وكده، مع اني هعمل رز برضك بس يعني الرز مش وجبه اساسيه. تمام. احنا هنا معانا حطينا التوابل. طبعا جبت الدبابيس غسلتها غسله كويسه ونقعتها في ميه بملح اللي هو محلول النقع بتاعنا. وهنا بقى حطيت معلقه بصل بودر، معلقه بابريكا ومعلقه كركم ومعلقة كمون خفيفة كده، معلقة صغيرة يعني طعمها مش باين خالص في التتبيلة، وملح وفلفل أسمر اللهم صل على النبي وجوز الطيب، جوز الطيب. تمام. كل دوت، وحطيت معاهم معلقة صلصة كنت مسبكاها في البيت، على معلقتين زيت كده، على معلقة عسل صغيرة، عسل أسمر طبعا بنستخدمه بدل الصويا صوص أو دبس الرمان. طبعا الأيام دي الواحد مش عارف يعني يتحرك خالص يعني. الدبس الرمان والصوص والحاجات دي كنا بنجيبها من فتح الله. طبعا نزلت فتح الله يعني في الآونة الأخيرة دي مع ارتفاع الأسعار طبعا بتاخد نص المرتب. فأنا بقيت بمنع نفسي من نزول، يعني فاهمين يعني. ست البيت طبعا متعودة بتشتري حاجات وكده، فلو راحت بتبقى متعودة على حاجات معينة فبتبوظ الميزانية خالص. من الافضل لنا يعني ان انا قللت نزولي خالص، ان اجيب حاجه يعني من فتح الله يعني، او اجيب من اللي هي الماركتات الكبيره. دلوقتي ببعت اجيب بالطلب كده، الولاد بيجيبوا لي اللي انا محتاجاه. المهم حضرنا التتبيله بتاعتنا بتاعت الشوي. التتبيله دي بجد من افضل التتبيلات، بتخلي الفراخ في حتة تانية خالص يعني، أكنك بتاكلي يعني أحسن من أكل المطاعم 100,000 مرة طبعا. وأهم حاجة عامل النظافة، إن انتي متأكدة انتي منضفاها ازاي وعاملاها ازاي. هنقلبها طبعا كده بإيدينا بقى، انتي بالجوانتي بالمعلقة بالشوكة. أنا يعني حبيت كده إن أنا أوصل التتبيلة كلها ليها، فقلبتها بالشكل دوت. وهسيبها حوالي ساعة وكده على بال ما احضر بقية حاجات كده في المطبخ، وانضف كده المطبخ معايا، تكون هي شربت التتبيله. يعني قعدت حوالي ساعه كده، ساعه ونص يعني مش اكتر. تمام. هنا كانت بعد ما ركنتها طبعا الساعه او الساعه ونص، هنبدا بقى نجهز الصينيه بتاعتنا عشان نبدا نسوي اكلنا. معايا بصلتين كده متوسطين، لو هي كبيره شويه هتحطي بصلايه واحده، عشان يعني انا عامله كميه دبابيس كتيره شويه يعني. فهقطع البصلتين كده وهديهم رشه ملح وفلفل اسمر خفيفه جدا، وادعكم بيها دعكه حلوه زي ما هتشوفوا كده. نذكر الله كده ونعطر لساننا كده بذكر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، عاد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. زي ما انتوا شايفين دولت كانوا بطاطستين اتنين كده صغننين جدا، قطعتهم شرايح خفيفة كده، وحطيتهم يا دوبك فرشة كده. يعني العامل الأساسي هنا إن أنا يعني هشوي الدبابيس. يعني فرشة البطاطس دي محتوى بس كده، يعني بما إن هيبقى فيه أكل بعيش وكده، فتبقى مطعمة برضك ومطعمة من الفراخ. هرص الفراخ بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وطبعا مش هحط لها اي سوائل، لان هي الدبابيس شربت من التتبيله جامد. البصلتين اللي انا حطهم تحت هينزلوا السوائل اللي فيهم مع البطاطس، مع طبعا الكتمه. المفروض ان انا بحط لهم ورقه زبده، ورقه فويل، بس طبعا برضك ما كانش عندي ورق فويل، خلصت كله يعني ما شاء الله. يعني مع اخر الشهر عندنا بنخلص كل حاجه. ورق الفويل اللي بجيبه كل سنه الصراحه، بجيب بكره كبيره خالص بتبقى موفره، بتقعد معايا سنه ما شاء الله، بجد بتقعد سنه يعني. فانا هغطيه بس كده، هولع عليه على العين العاديه خالص لحد ما يتشرب. اول ما بيتشرب بروح مدخلاه الفرن طبعا عشان ياخد وش. هنا بقى هنحضر الرز بتاعنا كده. هنعمل طبقين رز إيه بسمتي او رز اصفر او رز كبسه حسب ما بتسميه يعني. هما طبقين مش اكتر. معايا بصلايه متوسطه صغيره كده، مع معلقه زبده على النار كده، او معلقه سمنه او معلقه زيت، اي ماده دهنيه عندك هتمشي. وهبشرها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وهديها تشويحه واحده بس.
بس الاول كده قبل ما نكمل كلامنا، لو وصلتي معايا لحد هنا من الفيديو متنسينيش من اللايك والشير والكومنت الحلو اللي بيشجعني. لو انت جديده معايا واول مره تخشي عندي القناه، شرفتيني ونورتيني طبعا. شرفني انك تكوني معايا في القناه. يا ريت تضغطي على كلمه اشتراك تحت الفيديو عشان يوصلك مني كل جديد. زي ما انتوا شايفين كده، انا هدي البصله تشويحه، مش هحمرها ولا هخليها تغير لون. يا دوبك كده انها تبدا كده لونها هيبقى شفاف شويه. هبدا انزل عليها بالتوابل بتاعتي. هنا التوابل في حاجة يمكن يعني كتير مننا بيغفل عنها، ان رز الكبسة او رز الاصفر او بيبقى مؤذي شوية للناس اللي بتعاني من قولون او من مرض في المعدة. ليه؟ لان توابله كتير، فاحنا بنحاول نقلل. لو انت حابة تعمليه قللي التوابل شوية مع اضافة الكمون. يعني الكمون للناس اللي عندها قولون او حاجة في المعدة بيقلل شوية من حدة الحاجات دي، وقللي التوابل شوية، يعني حطي تطعيمة بس كده. ده انتوا شايفين حطيت كركم حاجة بسيطة، حطيت واحدة لومي عود قرفة صغنن، ورقتين لوري. ما كانش عندي حبهان فما حطيتش، او اللي هو هيل. وحطيت الملح وخلاص، يعني مش لسه حتى ما حطيتش الملح. كنت محضره ميه مغليه معايا كده في البراد، نزلت بيها زي ما انتوا شفتوا. وبعدين هجيب الرز بتاعي، هي الميه كانت مغليه اصلا، في اول ما ينزل على النار غلت اكتر. حطيت الرز بتاعي يا دوبك كده هيتشرب. اول ما يتشرب هبدا اهديله النار. اكلمكم دلوقتي والنور ما شاء الله النور قطع. للاسف ان بنتي عندها امتحان الصبح وقاعده بتذاكر، يعني حاجه صعبه. انا مش عارفه ليه النور يقطع في الجو الحر دوت ايام امتحانات وحاجه يعني كده. هنا هنحضر طبق طحينه كده او سلطه طحينه، انا بعملها بطريقه مميزه شويه. بنحط كده دي معلقه دقه، اللي هو توم على شطه على كمون، توم على شطه على كمون على ملح، وهندي بشره جوز الطيب كده، بشره خفيفه او على حسب ما بتحبي، مع ليمونه مع طماطمايه واحده. وهنشوف باقي الطلبات بتاعتنا اللي هنحطها في طاسه الطحينه. هنبشر الطماطمية بالشكل دوت. لو حابة تضربيها في الخلاط او في الكبة الصغيرة او هاند بلندر مفيش مشكلة. انا بستسهل يعني ان هي طماطمية واحدة اخدها على المبشرة كده على طول. احيانا كمان بدخل الطماطمية تتشوي في الفرن، وبعدين بطلعها كده اقشرها وندعكها بالشوكة، تدي طعم حلو قوي لسلطة الطحينة. انا بقول لكم بقى انا بعملها بطريقة مميزة شوية، يعني ايه مش بتشوفوها على اليوتيوب. بس هي دي الطريقة بتاعتي متعودة عليها على طول، بتأكل وحلوة جدا. ممكن كمان تاكليها لوحدها من غير اي حاجة معاها. بعد ما بشرت الطماطمية بتاعتي كده هنبدأ بقى ايه نعصر الليمونة بتاعتنا. نحط حبة خل. هي يعني ايه سلطة طحينة محبشة بقى، اللي هي حاجة توكل يعني. ليمون وخل وطماطم وتوابل وحاجات يعني كده ايه، بتديكي ريحة وطعم حاجة كده من الآخر يعني. هنا أنا كنت بشيل البذر كده اللي وقع مني. حطيت حبة شطة بقى، هنحط حبة فلفل أسمر وحبة ملح، ده غير الخلطة اللي أنا حطاها بالثوم في الأول زي ما قلت لكم. وبعدين بقى اهي هنبدأ نجيب بقى الطحينة بتاعتنا. بعد ما ندعك ده كله في بعضه هننزل بالطحينة بتاعتنا، سواء عاملينها في البيت سواء شارينها. يعني كنت عاملة في البيت بس خلصتها، فبعدت جبت برطمان صغير كده على ما نبدأ نعمل تاني. شايفين ده ربع ربع ما فيهوش اي بركة، يعني مفيش ريحة البركة خالص. احنا بنعمل بكوباية السمسم، بنعمل ما شاء الله بطلع كمية يعني حلوة، وبتبقى فيها بركة كده وخير. بندخل ده كله في الشوكة ببعضه كده لحد ما يبقى كله كده خليط متجانس مع بعضه، بيبقى طعمه وريحته بقى خطيرة بجد. وبعدين هنحطه في الاطباق، وبعدها بقى هيكون حاجتنا كلها خلصت بقى غدانا وكده. نبدأ نحضر ونوريكم بقى الشكل النهائي. طبعا انتوا عارفين الطحينة كلها بتقلبيها بتتقل، ممكن تزودي حبة مية ايه صغيرين مش كتير يعني.
شوفوا الرز بتاعنا بقى استوى وصل لحد فين بقى. الرز بتاعنا ما شاء الله لونه يعني مظبوط جدا، مفرفر جدا، السوا بتاعه حلو قوي. ما شاء الله يعني ما اخدش سوا معايا. طعمه كمان كان حلو قوي وبهاراته مظبوطه قوي، لان بهاراته خفيفه يعني مش متقله في البهارات بتاعته، مش حاطه كميات كتيره، فحلو كان هادي على المعده وطعمه وريحته حلوه. اما اللي بتشتريه من بره دايما بتاع المطاعم تحسيه حامي قوي، بيهيج المعده لانه فيه توابل كتير ومعمول بزيت ما انتيش عارفه شكله ايه وحالته حاله يعني. يعني الكميه دي كانت كوبايه وربع، كوبايه اللي هي كوبايه الشوب بتاعت الميه وربع. شايفين الفراخ طالعه لونها، يعني ده لونها اللي انتوا شايفينه، لكن ريحتها بجد وطعمها كان حاجه كده ايه. جربوا الطريقه دي وجربوا التتبيله بتاعتنا دي، بجد بتودي الفراخ في حته تانية خالص. معنا فحماية بقى كده صغيرة، ولعناها بقى كده ايه، وهنحط عليها معلقة زيت ولا حاجة، المفروض نقطتين زيت بس هو نزل مني معلقة زيت. وهنغطي كده بالغطا ونكتم الريحة عشان تبقى ايه، هتشيخ طعم الشوي كده، وأكنك جايبة أكلك من المطعم، ولو إنه أحسن 100 مرة من المطعم، مخدوم ومعمول كده ايه بحب ومعمول بنظافة وواحدة واحدة كده وبتأني. زي ما قلت لكم طبعا ان في ناس هتاكل بعيش وفي ناس هتاكل برز، يعني كل واحد حسب رغبته يعني. كمان كانوا الولاد جابوا شيبسي مع الاكل واتحط على الطبلية مع الشيبسي مع المخللات. يعني ما شاء الله زي ما انتم شايفين الوان الاكل، انا مش حاطه اي فلتر، بجد دي الالوان الطبيعيه بتاعت الاكل. الرز لونه مظبوط جدا، الفراخ ما شاء الله لونها بردك مظبوط جدا. زي ما انتم عارفين طبعا متعودين معايا، انا بحب الون الفراخ بتاعتي من الجهتين، يعني بديها وش اول وبرجع دارها ناحيه لتحت اديها وش تاني لحد ما تتلون تبقى كلها لونها واحد. وهتشوفوا دلوقتي وانا مطلعها على الرز، يعني هي من فوق زي من تحت، شاربة من التتبيلة بشكل رهيب، مستوية كويس جدا، واخدة لون حلو قوي. بجد كان الأكل ما شاء الله، يعني ألف هنا وشفا على الأكل. في نهاية الفيديو أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، وتكون الفكرة بسيطة لغدا أي يوم يعني. ونقول ميعادنا معاكم الفيديو الجاي بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.